توضح لنا ايه دور الجمعية في الجزئية الخاصة بريادة الأعمال؟ هي جمعية عندنا جمعية رجال أعمال اسكندرية. هي منشأة من الثمانينات. الأعضاء اللي فيها بيبقوا رجال وسيدات أعمال. فيها لجان كتير بتخدم قطاع الأعمال، قطاع البيزنس يعني. ومن ضمن اللجان اللي استحدثت من كذا سنة إن هي لجنة ريادة الأعمال، لأن طبعا لو جمعية في مجال أعمال لازم هتكون فيها وبتشجع رجال الأعمال. فلجنتنا فوكس على ده، اللي هو احنا مثلا عملنا برامج قبل كده تدريبية بالشراكة مع جامعة اسكندرية، ودربنا وعملنا توعية لإيه هي ريادة الأعمال، ودربناهم على إن هم يعملوا بيزنس كلانز. وبعد كده سمعنا الأفكار وبنوصلهم بالأشخاص اللي هي ممكن إنها تدعمهم أو تعمل لهم إرشاد علشان يقدروا إن هم يكملوا في أفكارهم. بنحاول إن احنا دايما نجيب success stories، لأن دايما من الحاجات اللي بتلهم رواد الأعمال أو الناس اللي عايزة تبقى في ريادة الأعمال هي إنها تشوف قدامها نماذج ناجحة طبيعية زيها كده، نجحت وتطورت يعني. في الحقيقة عندنا كل النشاطات بتاعتنا بتهدف إلى تشجيع ريادة الأعمال، وكل من يكون مهتم بالنقطة دي. وحتى بنعمل ده داخلي لأعضائنا، يعني أعضاء الجمعية من رجال وسيدات الأعمال بنعمل لهم كل حين وبنعرض عليهم قصص نجاح، وبنعمل لهم يعني توعية من أجل إن هم يتشجعوا ويبصوا للناس اللي هم رواد الأعمال الصغيرين اللي ممكن يحبوا يستثمروا فيهم، يستثمروا معاهم، يرشدوهم. لأن عندنا الناس طبعا بتحب الناس الناجحة الكبيرة زي الأعضاء عندنا، يحبوا إن هم يحتضنوا الناس اللي لسه بادئة، الناس اللي عندها أفكار كويسة، الناس اللي محتاجة دعم. فده دورنا إن احنا لو ربطنا كمان الاتنين ببعض دي بتبقى حاجة يعني كويسة، واحنا ندعمهم ونربطهم بالناس اللي ممكن تدعمهم.